السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اخواتي وحبايبي، أهلا بيكم فيديو جديد من قناتي المتواضعة غاوي خسارة بمزاجي. دلوقتي يا اخواتي حضراتكم شفتوا الفيديو اللي قبل كده لما كان الفرخة راقدة على الشوال ومش عايزة تقوم من مكان. الحمد لله أنا طبعا بالحركه اللي عملتها، وانتوا في فيديو قبل كده عامله عن الفراخ البراهمه نفس القصه، يخليه برضو تمنع الرقاد وترجع لعنقود البيض من جديد. برضو تقدروا ترجعوا له ان شاء الله. انا بس القصه كلها لما لقيت الفرخه بره عند شوال زي ما انتوا شفتوا عايزه ترقد، قلت خلاص انا هعمل معاكم تجربه جديده، يمكن تكون مش جديده بالنسبه لكم، بس انا متهيألي ان في كتير فيكم ما شافش اللحظه دي. الالهيه ان انا هخلي الفرخه ترد، ولو ان ده ضد ان انا ما بحبش الرقادها، انا احب الفقاسات، بس انا كنت عايز اجرب معاكم الاحساس ده، احساس ان انتوا تشوفوا الشيء على الطبيعه وقد ايه بشاير الخير، بدل ما تشوفوها فيديوهات انا اعملها لكم اخليها لكم ان شاء الله لايف من تحت الفرخه كده وهي مجمعاهم حولها ان شاء الله. وربنا يستر بقى من العرسه، لان انا طبعا مش هينفع اسيبهم معاها اي وقت، لان انتوا حضراتكم الفيديو اللي فات والله واكله لا يقل عن 50 كتكوت وبطه متنوعين. الحمد لله على كل حال، ربنا كريم، الواحد ما بيزعلش على حاجه ابدا، ودايما ربنا شايل لنا الافضل والاحسن ان شاء الله. انا بس كل القصه بالنسبه لي ان اوثق معاكم اللحظه وبعدين هاخدهم بقى واشيلهم. فطبعا الكتاكيت هتبقى باينه انها ملتحمه مع الام، فده يعني مش عشان ما حدش يقول ان انا حاطط كتاكيت ليها، هي هتبقى هتشوفوا المنظر العام ايه، ويا رب بس يسترها والعرسه تعمى عنهم اللحظه دي بتاعت الفأس. وانا هوريكم ان شاء الله اللقطه دي باذن الله يكون حاجه حلوه ننبسط مع بعض بيها. واي حد منكم محتاج استفسار فيديو معين اي حاجه يا اخواتي ما يترددش، احنا اخوات وكلنا بنعلم بعض وكلها بترزق من فضل الله، فضلا وليس امر. رجاء الاشتراك واللايك والشير، وصلوا على حبيبكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يومكم كله رزق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.